الشنطه دي فيها مليون وي، تمام؟ وانا عارف ان دي فلوس ناس. حلو، مليون وي. اللي يقول لي كان فيها مليون وكام، واللي يقول لي شكل الشنطه اللي كان فيها الفلوس ديت، حقك موجود ومحفوظ. واحنا مش طمعانين في الفلوس ولا طمعانين في حاجه، احنا طمعانين في النسبه الحلال. النسبه الحلال احسن من الفلوس دي كلها. يا عالم دي فلوس مستشفى، فلوس واحد بيدفع حاجه، فلوس عهده، فلوس الله اعلم. انا مش طمعان في الفلوس، فلوسك موجوده في الحفظ والصون. صاحب الفلوس هتقول لي مليون وكام، وهتقول لي شكل الشنطه اللي كان فيها ايه الفلوس. انا بقول لك على البحر، لقيتها وانا ماشي على البحر. حقك يا ابن الحلال موجود. بالله عليك اتصل بيا بسرعه، انا مش عايز حاجه غير النسبه الحلال. الحلال اللي هي النسبه ال 10% اللي الدنيا كلها ماشيه بيها، تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، معاك 3 ايام، معاك 6 ايام، وفلوسك موجوده، بس هبدا اخد منها النسبه الحلال بتاعتي. يعني خلال ال6 ايام لو انت ما كلمتنيش هشوف الفلوس كام، وهطلع 10% هصرف جزاك منهم الله اللي هو كل حق خير الشرع. على امانتك ايها الاخ الفاضل. لكن طبعا في نقطتين انت قلتهم غلط، لازم اوضحهم لك واوضحهم لكل شخص بيلاقي فلوس. اول حاجه يا جماعه، لو انا دلوقتي لقيت مبلغ من المال، قعدوا معايا قد ايه؟ قعدوا معايا سنه. يعني انا دلوقتي لقيت مثلا 100,000 جنيه، لقيت مثلا غويشه ذهب، بخليها معايا سنه. في خلال السنه دي ببدا اللي انا اعمل عليها اعلان. يعني ايه اعلان؟ يعني مثلا المكان اللي انا لقيتها فيه، اشوف المحلات اللي جنب المكان، او مثلا اعمل فيديو زي كده. اقدر باي وسيله ان انا اعمل اعلان عشان صاحب الحاجه، ان كانت الحاجه دي بتاعته وفعلا عارف مواصفاتها، يجي يستلمها مني. وزي ما انتم شايفين كده قدامكم، دي يعني العلماء قسموها ان انت تعملها، اللي انت مثلا تبلغ في الاسبوع الاول مثلا مره، بعد كده مش عارف مرتين، زي ما انتم شايفين قدامكم. الامر الثاني دلوقتي، لو انا لقيت حاجه بسيطه، يعني مثلا 20 جنيه 100 جنيه 50 جنيه، دي اسمها لقطه. يعني لقيتها خلاص، بدور حواليا، لقيت حد تبع حد، خلاص ما لقيتش حد باخدها ليا. لكن لو ظهر ليا حد، طبعا ليه الاولويه ان هو ياخدها، لكن دي لقطه يعني حاجه بسيطه، تمام؟ فمش مستدعيه ان انت تقعد معاك سنه. لكن لو صاحبها ظهر طبعا لازم تديها له. الامر الثالث، هل فعلا ينفع ان انا اخد 10% غصبا عن الشخص زي ما هو بيقول انا ليا 10% شرعي؟ لا يا جماعه، مفيش حاجه اسمها ليا 10% شرعي، ده في الدين. انت دلوقتي لقيت فلوس، ان صاحب الفلوس اداك بطيب نفس، اداك الحاجه ديت، فدي حلال شرعا ليك. لكن انت تغصبه ان هو يدي لك ال10%، هذا لا يجوز ومحرم شرعا. لكن طبعا انت ادتني مبلغ زي ده، كان يعني ضاع مني، فانا من يعني من الدين ومن السماحه ان انا اديك مبلغ مكافأة ليك وإهداء ليك وهبة ليك عشان أنت رجعت المبلغ دي. لكن إن أنا اشترط على صاحب الشخص إن هو يديني المبلغ ده، فهذا لا يجوز. الأمر الثالث، هو بيقول دلوقتي 4 أو 5 أيام فهبدأ أنا أتصرف في المبلغ. لا يا جماعة، المبلغ معاك يقعد سنة كاملة، مفيش حاجة اسمها تتصرف من المبلغ. وزي ما قلنا أصلا إن ما ينفعش إن أنت تاخد 10%. ما ينفعش تطبق على شخص تقول ده انا هاخد 10%. لا، ان هو لما تديله المبلغ اداك حاجه خير، ما اداكش برضه، يبقى انت جزاءك عند الله عز وجل. جزاكم الله كل خير وبارك فيكم واصلح عليكم. اعملوا يا جماعه مشاركه للفيديو، لان في ناس كتير بتلاقي فلوس وما تعرفش الاحكام ديت. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.